بطل قالت غديت ردت على صدرها وانا من ذكرها اتغشيت وكان عقلي هيطلع زعقت يا لها البيت ردت عليا ماما زينه قالت يا روحي انا جيت يا بابا ركبت السفينه نفهم من غير العربيت اللي حصل لك انا بايدي يا اهل البيت والله العظيم لولا لا اله الا الله فرجعت وسجدت وانا بحال البحر مليان قبل ما تنزل الشمرة للطريق السليم معاه مسدس عارفين المسدس؟ عارفينه؟ الوضوء سلاح المؤمن ايه؟ البحر مليان قبل ما تنزل الشمرة للطريق السليم معاه مسدس انت متعمر وقت تلعب تحت الرجال تروح
سيدنا محمد عليه بدر الايمان عند الرشيد تملي مصطلح غضبان كافر مصلي خلوقي حافظ القران عمره ما دخل الجنه ولا ترك فضل الرحمن مأواه جهنم وساكن في جنان رضوان ولما درك الدرج جاب الخطاب مليان صباح نديم معنوي يتكلم لكل انسان قاعد مكان واقف من الجنه يداري عنوان ما شكاش حاجه عليه ينفع كلامنا ما بتكملش بقول لك وهيرجع سنه 6 سنين والمعلم حفظه المعلم يعرضه المعلم يعرضه يعني عندي مشارك بس دي عجبتني دي عجبته عندي مشارك بس دي عجبته ياخد الست يا حبيبي مدد يما ده انا بقول لك كفى بتهفى اليوم الطفل اول كلامه لازم يقول صح لا والله العظيم ربنا يعني شويه
يمه، ولما يكبر وعاوز الزواج قول البابا انا عاوز الزواج يمه، ولما تزوج الاكرام اخد مدام خدنا 10 ايام لامي زعلت مرات وانت عملت لي ايه؟ كان عندي 8 سنين في اليوم الواحد، واحد عمي 8 سنين بين ما يولد قبل الدين الساعة 1 بالليل كده خدها من الحب كده وقال يا رب إن ماليش إلا ابني ماليش إلا أنت، قالوا لي خلوا العم اللي أنت يا رب، وأنت خير من يسوق الأمانة، أنت خير من يسوق الأمانة، ابن عندك ماليش حاجة إلا أنت يا رب تحصاه ما تبهدلوش ما تبهدلوش يا رب عشان خاطر النبي حافظ عليكم وليخشى الذين لا طلبوا التفجر خافوا عليكم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا العمر ما كنتش حرام ولا حدثت عند حد فرب توصل باسمه ماليش حاجة إلا أنت وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم متنا عليه واحكينا عليه وراشنا عنه يدعي لكده يدعي كده حاجة هتعمل حاجة كده يا ما عنده يا ما عنده مش أولها بلبوسة وكده إيه بعبوس أولها بلبوسة وكده إيه بعبوس عشان تطيس
سلب السنه ولا الفرد ما كانش عن المحب اللي ينام حد جنب الارض لما نام عن يقراه يوم الحساب والعرض ودخلت الارض حط الله محط جنب الارض مين اللي قال تاني؟ قال لها يا ربنا كل ده له الشر الحج عايزين ناخدوها والحلال عنه يا ابني تعالى يروح مع حد ما ابدا يا ابني بقى احنا مزار قاعد في البيت لوحده 10 ايام ياكل من لوحده وينام برضك العيل نام مكان يا ابو الحاج مش هروح لجنيه يمشي في الارض خلاص وباقي الله وهيقول له انا شرف الخد كله يا وشيبنا النبي ناس بتوع النبي زمان عبد الجليل صلي عليه ما خلقش ربنا زيه لا في الملائكه ولا في البشر زيه ادم او الطير لكن مش قديم زي عيسى من روح الله لكن ما شافش وجه الملك زي موسى كلم ربنا لكن ما صعدش سابع سما زي يوسف بدأ لكن مش في الجمال لكن مش في الجمال زي سيدنا محمد هو النور واحنا كلنا ان شاء الله ماشيين على ضيه واللي يحب سيدنا محمد شوف كان بيعمل ايه؟ يعمل حب الحبيب زيه يحب ادركه مش بالسحاب زي عامل عمل حاجه انت ما تعرفهاش ما تعملهاش يا زيه ولما تبقى اشتغلت عمل الشيخ سعيد هو سعيد 500 فدان كل كده واحد نبي عمل النبي صحاب مش سعيد نعم يا رسول الله انت عن ولد يمين عروسه من يا ولد مش اليمين لنا وتراها له وعطى ربي عمله وربنا سعيد يجب ان يعرفوه
الان الشريك اللي هو قال لك شقيت على وخلي الامام يحكي محمد سيدنا الحسين خايف الخدمه بده لا يزورني ابو الشيخ يا سيدنا النبي قلت سيدنا الحسين قلت الشيخ صالح يعطيني لا يزورني عمي قال يزورني كنت معي لا مقامي محسوب على الصالحين لا مقامي محسوب على الصالحين حط ايده عليا كده راجل وبشتي بين عيني قال لي تعالى تقول العابدين بالله بدل يزيد العابدين واللي شرح بس من الكنيسه والله العظيم حصل
قل له شرح الكنيسه. راح ربنا جاب له الشرح وحكيه. اللي بيقول انه يا الشيخ عملنا مصطلح غلبان. قادر المصلي خمود بيحافظ القران. عمره ما دخل كان ولا ترك فرد الرحمن. الله انه ساكن في جنان الادوار. ولما درك اندرك هذا الخطاب مليان. صبح نبيل معنوي يتكلم بكل لسان. قاعد مكانه واخد من الاداره بيان. ما شكاش البلد حاله عليه البلاد. يفتح لك الدول عارفين بالله. وراح بشت بن عينيا قال لي مال الهزيل العابدين. لا شفت بعدين قال لي اكيد. عشان ده يزوري ضم كان يصيب عليك يا سيدي. من يبغى الحق ربنا ينفعني بيه في الدنيا والاخره. ربنا ينفعني بيه في الدنيا والاخره. فلا تعجل بهذه البلد خلقا. هذه البلد هم اهل السياده. ليس لذلك وبعدين يا ابانا سهل بينا ويعمل كل الستات أربعة بالرجال أربعة ومن الأيام أربعة ومن الشهور أربعة السفر من النسوان أربعة عمل حجزك بينهم السفر من النسوان أربعة ومن الرجال أربعة ومن الأيام أربعة ومن الشهور أربعة. الستات السيدة خديجة الأول والست فاطمة النبوية ومريم بنت عمران وأشرف أطهر. يعني مريم ما نمشي مع عشي أبدا إلا ما سقاش لغاية ما مسكت حجري ساعة ما هي ما في الشارع جبت ريش يمرتك فيها فطلب مني بيت اللي عندك في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. يا يلقاه ولا لا؟ يلقاه ولا لا؟ طبعا الرجالة من الحريم سيدنا حسين وضع وسيد الخليفة الأول والست فاطمة النبوية وأشرف ومريم بنت عمران. من الرجالة سيدنا محمد
وسلمان الفارسي سلمان بن ابي البيت بلال بن رباح ومصعب بن عمير ومن ايام الضعف لان الكبير وقت الكبير لان الصغير يوم الجمعه لا محصي كتابنا لا محصي كتابنا لا طلعنا كده فين بلد يا رب اللي هو جالك كان اللي هو جالك عمال يتفكر اللي مين قالك عاوز تتجوز؟ قال له لا. عاوز تبني البيت؟ قال له ما عاوز ايه؟ قام بكر كده وهيقول له صلى على الشر في الخاتم.
عد يا ناس 700 جنيه تبقى تعمل ايه؟ قال لي هدول نص. نعم هدول نص بس. قال لي قد كده لمن يستتبع الارض. قال لي حضرتك مش عاوز الارض يحرقون. وقال ابن كلب فعلي. قال لي هدول نص بس يا ابني ما ينفعش. قال لي هدول نص بس يجيبوا شمال يقلب ما فيش شيء يقلب مش حد يتكلم. صليت مدد يا اهل البيت. وقف على صلاه كده واحد بكان ليبيه واحد بكان بحريه. جاء الامام اللي تاخذ نص بدل قال له يكلف دور نفسه. قال له قول له قال له اقول الانسان اجمله وطهره في عمره. قال بحريه قال بحريه تاخذ نص بدل قال له لما اقتنع بالجناح مغرور. الوش لما اقتنع بالجناح مغرور. ولسه جنبك كان شعار اللي بيقول نمور. طيب معلش يا قمر هديه تاخد نص بدل اداه بس هي شرط. شرط ايه؟ اللي ما خدش ليه؟ وتقال لي لا اخد بكار تاني عشان يدخل باقي بلا حشرات من الجات ايه؟ ياخد الجات يعيش ثلاثة في وسط الارض. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له خد الجات البيت يرفع الله اكيد ما نشوفش برضه. قال له قول له فعله كانوا كل العمر لا نصبر لنا خلق الله واخد الحق باذن الله. وعلى المكتب بتاع مكتب سياحه لسه صغير 20 سنه. قال لي مكتب ايه سياحه وهجيب لي طلب وشوف هيعمل صلى على النبي
يبقى ولدية ويجي معنا حد يموت السويس انا مش شايف كده راضي وحيد النبي لما تروح المدينه سلمنا عليه. سيدنا محمد بيقول يا مرحب كل من زاد يا ولد اهل السوق. دخلت جوه المقام سمعت كلام حيرني، لقيت حبيبي بيقول يا مرحب كل من زاد، بس جرحني جرح جوه القلب عورني من يوم جرحنا المصطفى انا مسؤول وغيرني، وكل ما جعل حبيبي حاجه يصبرني ولو رقت عليا وقال لي يا مسكين لازم لك ايه؟ مثل ما نسبلك يا حبيبي ساعه الموت يحضرني.
الصلاة على حضرة سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومدد كلهم. ربنا يكتبكم عمرا شيخ بالصلاة على حضرة النبي. واللي ملوش في الحب الله يجعله يحب، أما اللي له في الحب يا بخت عنده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومدد يا رب عينيه يا سيدي الجنة دي عليه مدد يا كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك. بحب عليها يا غير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك لنا يا رب فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وفرج عنا ما نحن فيه. يا من يعلم ما نبديه وما نخفيه. نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. جماعة مرة فيك شر بني آدم. احنا ما بنقول واوسع ما بنقول اللي بيقتل بني آدم واللي بيصلي. جماعة فهم واحد يا الحق كان النبي بيحبه واللي صار بفرض يصلي ورا النبي وراح صلي الفجر أبداية نص ساعة هنمسك حرامي خلاص. راجلين وصاحب الجبل راحوا قدام النبي حلفوا اليمين هتقطع ايده. لكم بيساهم مش بالباطن يا لكم بيساهم. الله حلفوا اليمين زين الحل من البيت. خد يا بابا اللي عندك 14 اللي تحت الحب. قام النبي راح له في الرؤيا يا ولد النبي راح له في الرؤيا قال له قول يا فلان اللي ماذا اقول يا رسول الله؟ قالوا له اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه. اللهم صل على محمد وبارك لنا يا رب فيه. اللهم صل على محمد وفرج عنا ما نحن فيه. يا من يعلم ما نبديه وما نخفيه. اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. واللي حد الجلسه لحد يوم الجلسه جابوا كاميرا ربطوه جنب الحرم حلفوا اليمين. قال نسال الجمل بقى نسال الجمل ده جمع قال لبيك يا رسول الله. قال له سرق. قال له حلل من البيت حاطين كل في الشارع يا رسول الله. قال له ايه رايكم بقى نصدقكم ولا سيدنا صاحب العقل لا تكشف بني ادم احسن صلاه دي انا وكل مزنوق قولها. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا يا رب فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وفرج عنا ما نحن فيه. يا من يعلم ما نبديه وما نخفيه. اسالك رد القضاء ولكن ايه الحلوه دي؟ الحاج قال له كده سالنا كده من البخيره والبخيره على ايه؟ على جده من جده على مكه يطوف 7 مرات.
الحجة اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من حب رسول الله ورسول مشتاق فجل عليه ربنا. بعد ما عدى الحجة راح لميكا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة والمدينة 500 كيلو، يعني 4.5 يا 5 من علي وكنت بعيش عوزت بدياسة يعني معنى الكلام أنا أحد الله يا 150 يا 500. اللهم لا تحرم الحج من هذا المكان، اللهم لا تحرم الحج من هذا رب عشان خاطر النبي، لأن عداك الزمن روح للنبي زور حصيت حداه الهنا وهتمشي في نوره ترتد فرحان بقلب ملان من نوره، لان معاك المدد تروح للنبي الاول، اما اللي بلا مال حبيبي سيدنا النبي الزور والنبي بخير ده جاي عليه ربنا وراح عرفه فين جيت امتى؟ عرف الناقل بساعتين اتخلع من ناقه 300 كيلو السنه بتريح في استراحات في الطريق كده. انا عمك الشيخ وحيد ولا يا جماعه كده عرفي بين النبي والنبي قد ايه؟ عندي 200 كيلو مش النبي اهو. ودى المتاع بتاعه في المكان اللي هيريح فيه وساعة ما خش قدام المصطفى عقد الدور والايه
الباقي الفرد الو صلي على النبي سيدي مولاه. والله العظيم ما خلق ربنا عز من رسول الله. رب العباد ارسله ميزان العداله، ميزان العداله معاه. اللي ركب سفينه النبي رب العباد نجاه، واللي تخلى عن محمد جهنم بجسده. الو اسطوره 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 اسطوره. جماعه حسابنا مع النبي مش مع ربنا. انا بكلمك جاي، حسابنا مع النبي مش مع ربنا. من اتى الرسول لو نتخلى عنه هنخش منين؟ الشر بتاع محمد تعالى، الشر بتاع محمد انا مش زعلان منه. يصلي لله حياه في الاحلام، العمل صالحا كان جده ايه؟ ولا حاجه. القعده اللي بهت، القعده اللي هي اللي يحبوا في الله بس. اما الصلاه لكن القعده اللي هي اللي يحبوا في الله يبقى اللي بيحبكم. لكن الصلاه لنفسه، الصوم لي واليوم لي والمحبه في الله وكل حاجه حلوه. لكن خلي بالك والنبي من الكلام ده هو لا نطيش الناس لكن هو ايه اللي حرم الموالد؟ ايه اللي عشان الشر معلمه؟ ما علينا. الدين شركه الدين زقه. هناخد الله قاعد في المدينه 8 ايام وناخد فيها على البيت وكلام فلاح بالنص فزان. الناخلة والتسعة وتسعون نعم ولينا عروض الواحدة قال اغفر لي عاوز اغفر لك يا بشير نعم يا باع البشرية. الناخلة والتسعة وتسعون نعم ولينا عروض عاوز ياخذها كم بذنبه فرع البشرية. هنوحد الله النص فردان يجيب كمان جلدين والفردان بتاعه يجيب 6 وكان معاه 5 فردان نص خد نص فردان بقى 6 أبقيه فيه قال لي ولي رحيم. نعم يا عمي لكم نص فردان قال لي عامل في نص فردان مطرح أبوي وبركة. قال النص فردان يجيب الفردان النص فردان بتاعك 5 سنتين والتاني يجيب 4 نص. اللي بركة دي حاجة الأهل البيت يا رب بلد يعيش بلد ايه؟ حسيت النبي يا اخوانا حصلت عني. الشيخ العسكري عندنا ابو الشيخ لما يجي واحد رايح الجيش اقول له ابني رايح الجيش قال لي اوديه لك ايه؟ وسيدنا النبي لا اوديه لك ايه؟ ودي لك خدمات البيت والله ودى خدمات البيت لو كل وزير الداخلية الواد ده عنده اودي لك ناس يفتح كنتيب والله وديها ناس زي بقى قال يوديه. عندي بقى ضمن الحرب ولو اقول لي كان الشيخ الجعل بقى الشيخ العسكري ايه ربنا نعوه هنحضر ربنا ايه نعوه هنحضر الله قد بقى اسيدك عنه. الواد ده نحن من الجيش خايف على ضمن الحياه عندي صديقه كده وحد كان يحكي محمد ياسين داخل على سيدي علي يحكي قال لي ما تخافش من مصاريح مالك يعيش قمت معين مع مره ما راحش كده ما تخافش من مصاريح مالك يعيش قمت معين وفعلا ما راح قال لي ايه؟ قال لي ايش يا ولد؟ قال لي على طول قال له مش غير هتقول قال له مش غير قال له كان اعصارها ايه؟ اصحى كان اعصارنا من انزل قال
لا لا قبل يا عم انا طلع الشجره وكان مولي سيدنا الحسين عليه الصلاه والسلام يجي بدم القلب الواد ده من نص بدان ودرسوا القضيه طلع كانت اخواننا اللي هم الايه الخدمه دول عملوهم وطلع سيدنا الحسين اشتغلوا الفرصه بتاع